السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا الفيديو ديال اليوم. نهار جديد وفيديو جديد. هذا النهار ان شاء الله غادي نشارك معكم الكيك اللي داير ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، شوكو فلان كيك او كيف كيسموه الدول العربيه كيك بقدره قادر. سويت سحري كيجمع بين الفلان كراميل والكيك شوكولا، سهل وسريع وكيجي كيحمق. ولان الوصفه الاصليه كتحتاج على الاقل 10 ديال البيضات، حنا اليوم غادي نوجدوه غير بجوج ديال البيضات. دوزو تشوفوا المقادير. بالنسبه للطبقه الاولى كنحتاجوا فيها نصف لتر من الحليب، ممكن تضاعفوا المقادير الا كان عندكم المول كبير. زوج ديال الساشيات من الفلان، ملعقه صغيره من الفاني، ملعقتين من السكر، وكنضيفوا الحليب المحلى، وكنطحنوا جميع المكونات في الضراب الكهربائي. بالنسبه للطبقه الثانيه كنضيف فيها جوج ديال البيضات بحراره المطبخ مع 3 ملاعق من السكر، كاس الا ربع من الزيت مع كيس من الفانيلا، وكنضربوا الخليط مزيان. كأس إلا ربع من الحليب، ملعقتين من الكاكاو المر، كنضيفو الطحين تدريجيا مع خميرة بوزن 7 غرام، رشة من الملح لتصحيح الذوق، وكنخلطوا الخليط مزيان. كنجيبوا المول ديالنا وكنضيفوا عليه في الطبقه الاولى كريم كراميل. انا كان عندي هذا جاهز، يمكن لكم تصايبوه في الدار فهو سهل. ومن بعد غنضيفوا عليه الخليط ديال فلان. وهنا وصلنا للمرحله الحاسمه اللي كنضيف فيه خليط الكيك على الفلان، ومن تشوفوه بحال هكا تخلط ما تخافوا ما والو. من غندخلوه للفران غادي ينفصل على بعضه بقدره قادر كيف كيقولوها هما. المهم هنا غادي نجيبوا واحد المول اخر يكون شويه غارق باش غادي نديروا فيه الماء سخون، وغنديروا فوقه المول ديال الكيك ديالنا وندخلوه الفران حيت هو كيطيب بهذه الطريقه. بالنسبه لطريقه الطهي، على فرن مسخن من قبل من الاسفل على درجه الحراره 140، كيبقى يطيب الكيك ديالنا لمده ديال ساعه او 40 دقيقه على حسب كل واحد والفرن ديالو. ومن كنخرجوه كنخليوه حتى يبرد، وكنديروه في الثلاجه لمده لا تقل على 4 ديال السوايع. ومن نخرجوه من الثلاجه كنعاودو ندفيو الكراميل بالماء السخون، كندفيوه لتحت المول بالماء السخون باش يذوب لينا الكراميل، باش من نقلبوا الكيك يتقلب لينا. كان هذا هو الكيك ديالنا، نتمنى يعجبكم. كيجي واعر وناجح 100%، وماشي ضروري يكون عندك 10 ديال البيضات باش تحضريه. كيجي فن مع داك الكريم كراميل اللي كينزل على الكيك، كيحمق. نتمنى تجربوها البنات وتردوا عليا في التعاليق اللي جرباتو، تدخل الكومونتير وتقول لي انا جربته. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. اخر فتره كنت غبرت عليكم واحد المده اللي طويله شويه، وان شاء الله غادي نرجعوا شويه بشويه، نعاود نرجعوا تدريجيا للقناه ديالنا ونكبروا عائلتنا ان شاء الله. ما تنساونيش بدعمكم ليا وتشجيعاتكم ليا باش ان شاء الله نرجعوا بقوه. واللي عندها شي وصفه باغياتني نجربها تكتبها لي في الكومونتير، وان شاء الله غادي نجربها معاكم. نتمنى يعجبكم فيديوهاتي ونكون عند حسن الظن ديالكم. وبالنسبه للناس اللي ما مشتركينش يشتركوا في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا بزاف، تبقاو على خير.